لو عمرك ما عملتي رواني او عملتيها قبل كده وفشلت منك، يبقى الفيديو ده ليكي. هنعمل النهارده اجمل واحلى صينيه رواني ممكن ان انت تعمليها بطريقه سهله جدا ومقادير سهله جدا وبسيطه جدا، وكلها من البيت ان شاء الله. احنا طبعا في شهر رمضان بنركز عن الحلويات الشرقيه اللي كلها مليانه عسل، لان احنا بنبقى محتاجين سكريات كتيره علشان نعوض الصيام. وطبعا الرواني بتعتبر من الحلويات الشرقيه لان بنسقيها شربات. كل سنه وانتم طيبين، رمضان كريم ودايما عامر بالخير يا رب العالمين. وعندنا بقى فستق ولصدق وعين جمل وجوز هند، وهنعمل بقى كل اللي احنا عايزينه وكل اللي نفسنا فيه يا رب. دايما عندكم كده الخير ان شاء الله. تعالوا بقى شوفوا الرواني بتاعتنا والطريان بتاعها. شايفين الرواني بتاعتنا قد ايه طريه وقد ايه هشه وجميله؟ شايفين واحنا بنقطعها بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، تحفه جدا ان شاء الله. لو جربتيها تظبط معاكي وتبقى زي الفل. تعالوا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم كده، ونجيب الكزرونه بتاعتنا. احط في الكزرونه كوبايه من السكر وكوبايه ونص من الميه، وده مقدار هيبقى مظبوط جدا كده لصينيه الرواني بتاعتنا النهارده. ناخدهم على النار، اول ما يغلوا اول غلوه هديهم شريحتين من الليمون واديهم رشه فانيليا، بس الفانيليا بعد ما بطفي عليها النار علشان ريحتها ما تروحش معانا في الغليان. بعد ما تطفي النار كده عليها روح حاطه بقى الفانيليا، او بعد كمان الشربات ما يبرد مفيش اي مشكله. هنجيب بقى المواد الجافه بتاعتنا. انا هجيب 3 كوبايات من الدقيق. هننخل طبعا كوبايه كوبايه زي ما انتوا عارفين ان احنا لازم ننخل الدقيق لاي كيكه بنعملها. جبت 3 كوبايات من الدقيق، وطبعا المعيار معايا واحد، نفس الكوبايه اللي بعاير بيها كل المقادير بتاعتي. هننخل طبعا الدقيق بتاعنا كله 3 كوبايات معانا. بعد كده هجيب معايا نص كوبايه من سميد البسبوسه، سميد البسبوسه اللي هو اللي بيبقى السايب. بعد كده اجيب معايا معلقه كبيره من البيكنج باودر. ما عندكيش بيكنج باودر سايب يبقى كيس كيك شيف اللي هو 16 جرام، وخلي بالك علشان في اكياس بيبقى مقدارها اكتر من 16 جرام. هاتي الكيس اللي هو 16 جرام او عايري معلقه كبيره. وحطيت كمان معايا رشه ملح على الدقيق. بعد كده بقى نجيب المواد السائله بتاعتنا في الخلاط، طبعا بقى بنضربها، او لو مضرب كهرباء مفيش اي مشكله، او لو مضرب سلك. المهم ان انت تضربيها ضرب كويس جدا. جبت معايا 5 بيضات، والبيض هنا حجمه صغير، لو البيض كبير شويه ممكن 4 بيضات مفيش اي مشكله، هتبقى برضو زي الفل معاكي ان شاء الله. وحطيت معاهم في الخلاط معلقه كبيره من الخل، وحطيت كوبايه من السكر، وطبعا نفس الكوبايه زي ما بقول لكم. بعد كده بقى معايا كوبايه الا ربع من السمنه، نص سمنه من اللي هي السمنه النباتي العاديه، وحطيت عليها معلقتين كبار كده من السمنه البلدي. طبعا لو ما عندكيش سمنه البلدي طبعا ما فيش اي مشكله، هتاخدي كوبايه الا ربع من السمنه العاديه بتاعتك، السمنه النباتي اللي انت بتستعمليها طبعا ما فيش اي مشكله فيها طبعا. بس انا عشان عندي سمنه بلدي حبيت ادعم الكيكه بتاعتي او الرواني بتاعتي بمعلقتين كده من السمنه البلدي. زي ما حضراتكم عارفين طبعا السمنه البلدي لا يعلى عليها، بتدي طعم طبعا وريحه جميله جدا. حطيت معايا كمان في نفس الكوبايه اللي كنت معايره فيها السمنه، حطيت فيها كوبايه من اللبن، كوبايه من اللبن الحليب. وعايزه اقول لك بقى على تريكايه هنا، لو كوبايه الحليب دي سخنتيها وحطيتيها على الخليط بتاعك او على الخليط اللي معاكي في الخلاط، هتديكي نتيجه تحفه جدا 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 في الرواني بتاعتك النهارده ان شاء الله. وما تخافيش خالص مش هتسوي البيض ولا اي حاجه، انت حطي كوبايه الحليب سخنه كده على الخليط في الخلاط واضربي، هتبقى زي الفل ما تقلقيش خالص. جبنا بقى بعد ما ضربنا الخليط بتاعنا كويس جدا في الخلاط، جبنا بقى المواد الجافه مع المواد السائله. حطيت كمان معايا نص كوبايه من جوز الهند، نص كوبايه من جوز الهند حطيتها على الدقيق وقلبتهم كويس، وبعدين نزلت بالخليط اللي معايا في الخلاط على المواد الجافه بتاعتنا وقلبناهم كويس لحد الخليط السائل ما اندمج مع الخليط الجاف. تقلبي الخليط بتاعك كويس جدا، بس ما تبالغيش في التقليب، ودي تركه مهمه جدا للكيكات يا بنات، لان في ناس بتقعد تقلب في الكيك كتير كتير كتير، وده على فكره بيخلي الكيكه تعمل عرق وتبقى عامله معاكي زي الفينو كده، ما تبقاش كيكه. فحاولي ان انت ما تقلبيش في الكيكه كتير، قلبي في الكيكه بس لحد ما تندمج الخليط السائل مع الخليط البودر. بندخلها بقى على فرن 180 بتقعد لها 45 دقيقه، 45 دقيقه، وبعد كده بنطفي عليها الفرن ونسيبها 5 دقايق كده في الفرن تهدى، وبعد كده بقى بنخرجها. وطبعا ما بنفتحش عليها الفرن قبل نص ساعة من دخولها الفرن، ولو هتفتحي الفرن وتقفليه يبقى افتحيه بشويش واقفليه بشويش علشان ما تدخليش هواء الكيكة معاكي. وبالنسبة للصينية انا حطيت الخليط اللي معايا في صينية مقاس 30، ممكن تحطيه في صينية مقاس 28 لو انت عايزة الكيكة تبقى اعلى من كده شوية، او كمان مقاس 26 برضو لو عايزاها تبقى اعلى واعلى، لكن انا حطيتها في صينية مقاس 30، وده بالنسبة لي مناسب جدا. وكمان قوامها كده حلو جدا، وعلوها كده بالنسبه لي حلو جدا. زي ما بقول لك بقى انت ممكن تختاري الصينيه براحتك. بعد ما هديت كده معايا شويه بروح جايبه لها الشربات وهو بارد وهي بتكون دافيه،
وبسقيها بقى الشربات اللي انا عملته لها، طبعا بعد ما حطيت له الليمون وحطيت له الفانيليا وسبته لما يبرد. بترشي بقى على وشها جوز هند زي ما انت شايفه كده، وممكن تحطي كمان اي مكسرات كمان معاه، طبعا زي ما تحبي بقى، دي حاجه بقى ليك انت، يعني دي حاجه حسب ذوقك انت. بس هي طبعا الرواني معروفه ان هي بجوز الهند. انا حطيت بقى على وشها جوز الهند زي ما حضراتكم شايفين كده. وتعالوا نشوف احنا بنقطعها، شايفين الهشاشان اللي في الكيكه؟ بسم الله ما شاء الله، تحفه تحفه جدا. والله طريقه مظبوطه جدا ومضمونه جدا ومقاديرها مظبوطه جدا، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. وطبعا الامارات الحلوين اللي متابعيني ومتابعين القناه بتاعتي عارفين ان انا بعمل كيكات حلوه جدا ومقاديرها كمان بتبقى مظبوطه جدا. عملنا كيكات كتيره عندنا في القناه وتورت وجاتوهات، وعملنا كمان حلويات كتيره. يعني الناس اللي متابعينا عارفين ان احنا مقاديرنا مظبوطه جدا وحلوياتنا ووصفاتنا مظبوطين جدا. وكمان عاملين تورت باسعار بسيطه جدا، تورت اقتصاديه بس في منتهى الجمال. وكمان عاملين حلويات الفيونكه بميه ودقيق، ميه ودقيق فقط لا غير، اجمل حلويات ممكن تعمليها لشهر رمضان، اجمل من الزلابيه واحلى من بلح الشام. وفي نفس الوقت بسيطه جدا ومش مكلفه خالص، هما شويه دقيق وشويه ميه فقط لا غير، ولا تخمير ولا اي حاجه. جميله ان شاء الله، لو شفتيها هتعجبك. نشوف بقى الرواني بتاعتنا التحفه دي اللي مقاديرها مظبوطه جدا، وان شاء الله لو عملتيها عمرها ما هتفشل منك وهتنجح معاك ان شاء الله من اول مره. اول مره تعمليها فيها هتنجح معاكي وهتبقى زي الفل. بس يا ريت بقى لو انت اول مره تزورينا تدخلي القناه بتاعتنا وتاخدي لك لفه فيها كده، وتقولي لي ايه رايك في الفيديوهات وايه رايك في الوصفات بتاعتنا. وصفاتنا جميله جدا، وان شاء الله لو لفيتي كده في القناه هتطلعي ان شاء الله بحاجات مفيده جدا، ووصفات سهله وبسيطه واقتصاديه كمان. ما تنسيش بقى تجربي الرواني بتاعتنا النهارده وتقولي لي رايك فيها ايه ورايك في مقاديرنا ايه. زي ما حضراتكم شايفين الرواني بتاعتنا وجمالها، ودي على فكره كمان بعد ما باتت لها يوم ولا يومين كمان عندي. القطعه دي رواني تحفه جدا كانها تورتايه بالظبط. يا ريت بقى لو عجبتكم الوصفه وعجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والشير وسبسكرايب للقناه ليصلكم منا كل جديد. وانا بشكر كل حبايبي واخواتي من جميع الدول اللي بيدخلوا عندنا وبيدعمونا، كتر الف خيركم وربنا يجازيكم عننا كل خير. ربنا يوفقكم ويسعد قلوبكم كلكم جميعا، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم ان شاء الله يا رب العالمين، ودايما بيتكم عمران بالخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.